السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل مشاهدي ومحبي سي ار تي في كل مكان، وكل مشاهدي ومتابعي كلام في الكرة. الزمالك بيحقق أول 3 نقاط في المجموعة الثانية، فالكويس للكرة المصرية عبد الله السيسي يعني بيجي من بعيد جدا جدا جدا. وفي الكرة سبحان الله، في الكرة في ناس بتبقى ليها أدوار كده غريبة جدا وعجيبة جدا، في ناس تلاقي حطت بصمة تبقى أساسية ورئيسية في إن أنت مثلا يعني تكمل لآخر المشوار رغم إن أنت كنت ممكن تبقى بعيد جدا. عملها أحمد رؤوف لو تفتكروا مع النادي الأهلي في الكونفدرالية لما كان بيلعب الدفاع الحسن المغربي، وقدر في الدقيقة 94 ان هو يجيب هدف يصعد بالنادي الاهلي، والنادي الاهلي حقق البطوله. عبد الله السيسي بقى له فتره طويله جدا، يمكن 6 7 شهور ولا حاجه ما بيلعبش غير على استحياء شديد جدا، رغم ان هو النهارده موجود ورغم ان هو بيشارك مع نادي الزمالك في التدريبات الجماعيه، لكن مش في المباريات الرسميه. سبحان الله يعني يجي يحل اللغز. والحقيقه يعني الزمالك الشوط الثاني تحديدا يعني كان لازم يكسب، بيلعب جون مشترك اكنه بيلعب مع الصفاقسي التونسي اللي قدم مباراه دفاعيه بحته من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره. مستحيل وانت بتلعب قدام نادي الزمالك بقوه نادي الزمالك وايمن حفني ومصطفى فتحي ان انت تصمد 90 دقيقه بالشكل اللي لعب بيه الصفاقسي التونسي. ملوش وجود خالص، ملوش تاثير خالص في الجزء الامامي والجزء الهجومي. فطبيعي جدا تيجي الدقيقه 90 تيجي الدقيقه 91 ان هو يتحل اللغز ده. لكن نادي الزمالك الحقيقه للامانه الشوط الثاني كله لصالح نادي الزمالك. احمد علي اضاع فرصه كبيره، ايمن حفني تعظيم سلام، ومصطفى فتحي وتعظيم سلام لاكبر واكبر بكتير جدا لفيريرا المدرب العالمي، مدرب كويس جدا 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 جدا. اكبر خساره ممكن تحصل لنادي الزمالك في موسم 2014 2015 لو الراجل ده مشي من نادي الزمالك. فيريرا سبب رئيسي ومهم جدا 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 في فوز نادي الزمالك وانتصارات نادي الزمالك. كفايه تغييراته النهارده، كفايه العقليه اللي ادار بيها اللقاء. كل اللي ما بيفهمش كوره وكل اللي ما بيعرفش كوره هيقعد يقول لك حاجات كتير جدا والروح كل ده جميل وكل ده مهم وكل ده مؤثر، لكن الناحيه الفنيه ما فيش خلاف عليها. الناحيه الفنيه مهمه جدا جدا. الكلام المحلي كوم والكلام الافريقي جون. الكلام المحلي حماده والكلام الافريقي حماده تاني خالص. حماده الافريقي قوي جدا، يعني منظم جدا. اورلاندو، ليوبار، الصفاقسي، الترجي، النجم الساحلي، ده حماده تاني خالص. سيبكوا بقى من الماتشات الافريقيه او الماتشات المحليه اللي بالدفع وبالقوه وبساعات يعني بخطا تحكيمي ساعات باي حاجه كده ممكن تعدي لكل الفرق الكبيره، وده وارد جدا في كره القدم. بالضغط، بالفانيلا، مش عارف ايه، بالروح، بالقدرات، بالامكانيات تكسب وتعدي. لكن في افريقيا لا، انت بتتكلم في مستوى تاني خالص نهائيا، وده اللي حصل مع نادي الزمالك. اثبت نادي الزمالك النهارده بالفعل ان هو فرقه قويه جدا 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 على المستوى المحلي، حاصد للانتصارات وحاصد للالقاب في موسم 2014 2015. لكن النهارده في المواجهه الاولى افريقيا لا، استطاع ان هو كمان يثبت ان هو على المستوى الافريقي حاجه قويه جدا. فيريرا بقى تمشوه تقعدوه دي حاجه بتاعتكم، لكن الجزء الفني واي حد يقول غير كده يبقى بيهزر. اي حد يقول غير الكلام ده يبقى بيهزر، يبقى بيجامل، يبقى بينافق. اي حد هيقعد يقول لك بالروح بالدم هنفديك يا ما اعرفش ايه، لا، ده الكلام ده كان في سنه 70 وسنه 80 وسنه 85. مش اي حد يمسك النادي الاهلي، مش اي حد يمسك النادي الزمالك. لازم عقليه تقدر تسيطر على النجوم، عقليه تقدر تدير اللقاءات، عقليه تقدر تسيطر على المباريات وتركيزها، عقليه زي فيريرا النهارده. شوفوا التغييرات عامله ازاي. ده انت بتتكلم على راجل لا دماغ، لا ده دماغ، ده مدرسه صغيره لسه ما بقاش مدرسه كبيره عشان ما خدش اي لقب لحد دلوقتي لحد وقتنا هذا، لكن مدرسه بوادر مدرسه كبيره. التغيير الاول بيطلع خالد قمر مش موفق بشكل كبير، بينزل احمد علي عشان يدعم احمد علي، ينزل له يوسف اوباما مكان احمد توفيق اللي كان كويس قوي. لكن احتياج الملعب واحتياج نادي الزمالك لقوه هجوميه تساعد نادي الزمالك في دفاع الصفاقسي اللي قدم مباراه دفاعيه بحته، كان لا يستحق اطلاقا ان هو يفوز باللقاء او حتى يتعادل. الزمالك من الدقيقه الاولى للدقيقه 90 يستحق المكسب، مفيش كلام. لكن عقليه فيريرا يدفع بعبد الله السيسي، وهي سبحان الله زي ما انا قلت حتى وانا بتفرج، والله وانا بتفرج مع كل فريق الاعداد قلت لهم عبد الله السيسي هيجيب جول النهارده، لان هي ممكن تبقى بوادر باينه كده، ممكن يبقى له تاثير وممكن ما تلاقوش تاني خالص في الملعب. لكن هي دي كره القدم، لازم تكون موجود من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره. على العموم الزمالك فال كويس قوي ان هو قدر يكسب النهارده، حاجه كويسه جدا ان هو قدر يعدي الصفاقسي التونسي لاسباب هشرحها لكم. النهارده اورلاندو بيكسب ليوبار بره ملعبه في الكونغو في مباراه كانت يعني الشوط الاول لصالح ليوبار كله، الشوط الثاني قدر اورلاندو ان هو يفوز ويتقدم على ليوبار. فوز الزمالك النهارده بيخليه معنويا كويس قوي، نفسيا كويس قوي، وهو طالع لاورلاندو الفرقتين المتصدرين المجموعه، يحقق نتيجه كويسه باذن الله ويتصدر المجموعه. على العموم على التليفون المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، نكلمه في الاحداث ونكلمه في الاجواء. مبروك النهارده سياده المستشار. شكرا يا كابتن سيد، شكرا. الف مبروك النهارده. يعني بصراحه
يعني انا وانا بتكلم قلت محليا ممكن تبقى الكره حماده، وافريقيا حماده تانية خالص. يعني الزمالك النهارده الشوط الثاني من الثانيه الاولى، يمكن الشوط الاول فيه طبعا استحواذ وفيه محاوله تهديف، لكن ما كانش فيه فرص كبيره قوي. الشوط الثاني من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره كلها كانك بتلعب جول مشترك. انا عايز اسالك يا كابتن سيد سؤال. اتفضل. فوز الزمالك النهارده اسعد مش اقل من 40 مليون زمالك، او ممكن يكون اسعد كل الشعب المصري طبعا. وبكره فوز النادي الاهلي اعتقد برضه هيسعد كل الشعب المصري طبعا. في الوقت اللي احنا بنعمل ده بنعمل فريق محترم بيسعد المصريين. في الوقت اللي احنا بنعمل فريق فيه 9 النهارده ولا 10 في منتخب مصر القومي. في الوقت اللي السيد وزير الماليه بيحجز على حساب النادي في البنوك، هو رئيس مصلحه الضرائب، علشان مديونيه كانت على ممدوح عباس بقى لها 10 سنين. احنا عاملين مؤتمر صحفي يوم الاثنين، ابلغت السيد رئيس الوزراء النهارده احنا هنعمل استقاله جماعيه يوم الاثنين. احنا كل ده بنشتغل عشان بلد. انا مش رئيس نادي مش عارف دوري، انا رئيس مجلس اداره ومع مجلس اداره محترم. احنا دورنا في النادي، انا عندي 300,000 عضو تقريبا دلوقتي يا كابتن سيد. تمام. دوري ازاي انا امتص طاقه الشباب سواء في الهوايه او في المسابقات. عندي 25 لعبه. السيد وزير الماليه مش فاهم ومش عايز يفهم انه لما يحجز على مستحقات نادي الزمالك في اي بنك من البنوك يبقى اذا انا مش هقدر ادفع مرتبات موظفين، مش هقدر ادفع مكافآت للعيبه اللي حضرتك شفتهم النهارده، مش هقدر ادفع مرتب المدير الفني. وبقول له تعالى انت وحكومتك استلم نادي الزمالك يوم الاثنين. كان بقول لك ده انا قلت للسيد رئيس النهارده بعت له وقلت للسيد وزير الشباب يوم الاثنين احنا عاملين مؤتمر صحفي. احنا في عمل تطوعي، فاهمين احنا عمل تطوعي. الحمد لله انا راجل محامي، يمكن الناس كلها شافتني لما بترافع في قضيه الاستاذ احمد موسى. دي مهنتي الاصليه محامي اللي بكسب منها، انا ما خدتش من احمد حاجه، لكن دي مهنتي الاصليه. انا سايب ده انا ومستشار جلال احمد جلال ابراهيم نائب رئيس مجلس دوله الدكتور حازم ياسين واحمد مرتضى وهاني زاده ورحاب ابو رجيله وشريف ومصطفى، وكلنا عندنا اشغالنا علشان نسعد الملايين. اللي بيعمله وزير الماليه ده غير مسموح به. واذا كان السيد رئيس الدوله موافق على الكلام ده بقول له فضلك يا سياده الرئيس يا اللي استضفت الرياضيين قبل الانتخابات وقلت انا عندي الملعب والنجيله والشباب اهم من المصنع. حضرتك سيد وزير الماليه فاكرنا عندنا مصنع جزم، لا انا عندي مصنع ابطال. فانا بقول لحضرتك يوم الاثنين ان شاء الله. انا بلغت السيد رئيس الوزراء دلوقتي وبلغت السيد وزير الشباب والرياضه المحترم اللي حاول النهارده يكلم وزير الماليه يوم يقول له طب يدفعوا 25 مليون جنيه. يا عم احنا معناش 5 جنيه، هجيب لك 25 مليون جنيه منين؟ انا راجل عندي فريق، انا عندي يد وسله وطايره وكل الالعاب دي يا كابتن انا والاهلي على فكره. انا والاهلي حصلت قبل كده يا سياده الدكتور مع الاهلي. التامينات الاجتماعيه حجزت ضرايب على محمد ابو سعود رئيس نادي الاسماعيلي. انتوا فاكرين ايه؟ تعالوا استلموا الانديه بتاعتكم. وبعدين انت النهارده بتقول لي هات 10 لعيبه من المنتخب وانا اللي بدربهم وانا اللي بديهم مكافآتهم ومستحقاتهم وانت ما تدفعش ولا مليم، واللاعب لما بيروح مصاب عندك انا اللي بعالجه. خلاص تعالى استلم النادي. هو ده عزبه بابايا؟ لكن اذا كنت انت فاكر ان ده عزبه باباك انت يا وزير الماليه، انا بقول لك اهو انا كمجلس اداره نادي الزمالك انت عارف يقول لي تعالى الضرايب علينا من سنه كام؟ سنه 2000 وسنتك 15 سنه كنت نايم فين؟ واخد بالك؟ والسيد رئيس الوزراء يا سيد لما اجتمع مع ال 20 نادي بتوع الدوري كلنا كنا موجودين، اهلي وزمالك واسماعيلي وكل الانديه، قال لا حجز على الانديه، المستحقات للضرائب او التامينات تتاجل 4 سنين لان كان في مجالس سابقه. يعني انا النهارده ممدوح عباس اشترى جوجو ب 40 مليون، تمام؟ انا اتحمل مسؤوليه، انا اتحمل فلوسه ليه؟ اتحمل ضرايبه ليه؟ واخد بالك؟ فانا بقول لك شوف انت فرحان قد ايه والشعب المصري فرحان قد ايه والزملكاويه فرحانين قد ايه، لكن انا بقول لك وزير الماليه ده راجل بيهزر. هو رئيس مصلحه الماليه بتاع الجماعه الضرايب بتاعته ورئيس ضرايب الجيزه، وتقول لك اصل احنا رحنا نقابل الاخ مرتضى فما كانش موجود ما بيقابلناش، لكن ممدوح عباس كان بيقابلنا. ممدوح عباس كان بيقابلك بس انت 15 سنه. ممدوح عباس موجود في النادي من 2005 حضرتك، انا موجود بقالي 7 8 اشهر. فاللي بيحصل ده يا جماعه دي مهزله. فاتفقنا كمجلس اداره يوم الاثنين عاملين مؤتمر صحفي هنسلم النادي، وانا بقى غير مسؤول بقى. انا عندي اكتر من 1000 لاعب في الالعاب مختلفه وعندي 800 عامل وموظف يطلعوا في الشارع، يطلعوا على المحور، يقفلوا الطريق، يقطعوا الطريق. دي انا النهارده انا فضلت 3 ايام على ارض الموظفين وانت حاجز على البنوك اللي عندي كلها، واخد بالك؟ فده كلام هزار
ما ينفعش في دوله يا سياده رئيس الجمهوريه. حضرتك لما اجتمعت بينا قلت كده الملعب والنجيله بالظبط عندي زي المصنع، لان الملعب ده سواء يد او سله او طايره او اي لعبه دي بتاخد طاقه الشباب، بدل ما يروح للارهاب ويروح للادمان، لا انا بطلع طاقته بما يفيد مجتمعه، وانا مسؤول عن مؤسسه كبيره اسمها مؤسسه الزمالك. انما كنت فاكرني مصنع جزم ولا مصنع لبان؟ يا عم تروح شوف الناس بقى اللي سرقوا مصر ونهبوا مصر، انت ساكت عليهم ليه؟ مليارات يا استاذ، مليارات، ناس عندها مليارات سرقوا اراضي مصر وانت عمال تتفرج، وجاي على الزمالك وجاي على الاهلي، مش عارف كان برضه يافطه معلق يافطه. حصلت قبل كده مع الاهلي، حصلت قبل كده مع الاهلي. انا بقول لك احنا مش هنسمح بالكلام ده، الكلام ده لن يسمح بيه، واحنا مش هنقعد بقى يجي لنا ضغط وسكر ويبقى انت حاطط ايدك على قلبك عشان الجماهير وتكسب النهارده، ولو كان حصل اخفاق الجماهير ما بترحمش، واخد بالك؟ وعامل منشات، تعالى يا سيد شوف المنشات اللي هعملها في النادي مش معموله في الدوله. الدوله مش عارفه تعمل منشاه اللي انا عملتها، وكل ده كلفني كام؟ 10 مليون جنيه، واخد بالك؟ والسيد وزير الشباب والرياضه عمال يزوق من ناحيه، ويكلم وزير الماليه النهارده يقول له ايه 25 مليون، هجيب منين؟ و5 مليون منين يا استاذ؟ وزير الزراعه حاجز علينا عشان ممدوح عباس ما كانش بيدفع الاشتراك بتاع النادي النهري. النادي النهري ده يا جماعه مش بتاعي، مش بتاع بابايا، وبعدين برضه سايبه 10 سنين وجاي يحجز على حساب انا، وممدوح عباس وكان واخد شيكات لنفسه وحاجز اخر. لا انا ما اقدرش اشتغل في الجو ده يا سياده رئيس الجمهوريه، انا ما اقدرش اشتغل في الجو ده، انا اسف. انا بطلع ابطال. انا النهارده مكسب الزمالك النهارده على النادي التونسي. اولا حضرتك لو انت كنت شفت كلامي امبارح والحفله السحور اللي انا عملتها للتونسيين وقلت لهم احنا شعب واحد، واديت تعليمات للعيبه مهما حصل من احتكاك مهما حدث من تجاوز. حضرتك شفت ماتش النهارده، ماتش من ناحيه الزمالك طبعا شيء محترم وراقي اللعيبه. يمكن ايمن حفني انضرب ضرب النهارده لا حدود له، لكن كان واخد تعليمات. مش هنخسر شعب كبير هو الشعب التونسي عشان ماتش كوره. احنا بنعمل ده قبل كده، الجزائر كان فيها مشكله وانا اللي عزمت فريق الوفاق الجزائري هنا وعزمنا السفير الجزائري وعملنا مع الليبيين، وانتوا في الوقت نفسه سايب وزير الماليه بيخرب. والنهارده وزير الشباب يتحايل عليه هو وزير الشباب والرياضه يقول لي 25 مليون، طب خليهم يدفعوا 5 مليون منين؟ منين ده؟ انا عندي مرتبات كابتن سيد بعد 3 ايام، عندي مستحقات لعيبه، عندي مدير فني اللي انت بتقول عليه مدير فني محترم دون ليه مرتب، اجيبه منين؟ اجيبه منين وانت حاجز اشتري لعيبه جديده منين؟ تعرف يا سياده المستشار، المشكله تعرف ايه كمان؟ المشكله ان انت بتعمل لي حاجه تراكميه، يعني بتعمل لي حاجه مثلا كل يا من سنه 2000 من ايام ما كنت في اعدادي. ده بيهرج، كنت ده بجد راجل بيهزر، لا ده بيهزر، ده وزير ماليه لازم يمشي، لازم يستقيل، ده فاكر نفسه وزير جبايه. انا يا بيه ما عندي، انا مش مصنع بنتج وبكسب، انا مكسبي الوحيد الابطال، ابطالي في المنتخبات وابطالي اللي انا بقدمهم في افريقيا دلوقتي. شوف ملايين المصريين فرحانين النهارده، وبكره الملايين يفرحوا بعد ماتش الاهلي يا رب ان شاء الله الرحمن. طيب انا طبعا يعني حته الضرايب والاهلي والزمالك والاسماعيلي كمان كان داخل في السكه، اتمنى كل الانديه طبعا اتمنى يا رب انها تتحل. عايز اقول لك حاجه يا كابتن سيد، والنادي المصري مش لاقي، ونادي الاتحاد مش لاقي طبعا. انت هو في انتوا عايزين مننا ايه؟ بدل ما تقعدوا مع النهارده مع رجال الاعمال، حضرتك يا سياده الرئيس بتقعد معانا وتسالنا مشكلنا ايه؟ عندنا ايه؟ هو مش رئيس الوزراء جه افتتح منشاه اسمها الزمالك ادي مش موجوده في اوروبا؟ وكل الكلام ده عملناه بملاليم عشان قفلنا حرفيه الفساد. بدل ما تشجعونا وتدفعونا النهارده تحجز على كل مستحقاتي في البنوك، واخد بالك؟ ومستحقاتي ايه؟ انا عنديش الا مليون جنيه. والنهارده راجل لا وخلي بالك كمان يعني معلش يعني طبعا كمان خلي بالك مليون جنيه منين اجيبهم لك منين؟ الموظفين طبعا والناس العمال دول ما لهمش علاقه باي حاجه، ده الناس بتستنى اخر الشهر بالعافيه. طيب اتمنى ودخل على العيد طبعا اتمنى يا رب انها تتحل. لا ثانيه واحده يا كابتن سيد، واللعيبه اللي تعبت النهارده مش ليها مستحقات، وانت هتديهم مكافاه منين كده؟ هتديهم المكافاه منين؟ ده يا سياده رئيس الجمهوريه حضرتك اقعد معانا، حضرتك كنت بتقعد معانا قبل منتخب الناس تنتخبك، من فضلك اقعد معانا اسمعنا، عندنا مشاكل من فضلك يا سياده الرئيس. بنقول لحضرتك احنا بنحبك ونحترمك، انما حضرتك قعدت معانا قبل كده قبل حضرتك تيجي وقلت كده انا اول ناس قعدت معاهم رياضيين لان هم دول واجهه المجتمع. حضرتك ما قعدتش معانا بعد كده، كلنا عندنا مشاكل، المصري عنده مشاكل، الاتحاد عنده مشاكل، الاسماعيلي مشاكل، الاهلي عنده مشاكل. هنكلم مين؟ السيد وزير الشباب والرياضه بصراحه حاول النهارده مشكورا مع السيد وزير الماليه يقول له 25 مليون، طب يدفعوا 5 مليون، هو احنا اجيبهم لك منين؟ انا مش مصنع يا استاذ، انا مصنعي صناعه الرجال والابطال. افهم، مش عايز تفهم روح
طيب اتمنى يا رب بقى عشان اخرج من الجزء ده، اتمنى انها تتحل، لان هي مشكله الانديه كلها، مش مشكله نادي الزمالك بس. قبل كده حصلت من الاهلي وحصلت مع الاسماعيلي وبتحصل مع الزمالك، وانت في الاول والاخر عندك مش لعبه، ده انت عندك عندك 2 أكتر من و3، 25 عندك لعبة يا كابتن 17 سيد. 18 لعبه، 17 18 لعبه، لا قدر الله لو دي وقفت ولا حاجه، كل دول يعني طاقات موجوده في الشوارع بدل ما هتقعد في البيوت. انا عندي لعيبه بتوع العاب قوه واخدين بطوله عالم، واخدين بطوله عربيه وافريقيه. طبعا. لسه الاسبوع اللي فات عندي لعيب واخد الفضيه في الدوره الاولمبيه. انت ما بتبصش للكوره بس، يعني الناس غالبيه الناس بتبص ان ده الاهلي هو فرقه الكوره، الزمالك فرقه الكوره، طبعا هي الاساس فرقه الكوره، لكن عنده 19 18 لعبه، 18 19 لعبه دول. النهارده شوف كام مليون السعاده اللي في كام مليون النهارده يا سيد. كام مليون وكره الاهلي ان شاء الله ربنا يوفقه ويكسب الترجي. شوف الملايين اللي هتبقى فرحانه يا رب يا رب. وبعدين يجي وزير ماليه يعكن علينا ويقول لك هو هحجز وعامل لنا حجز على البنوك. طيب يا رب ان شاء الله الرحمن تتحل بقى عشان اخرج من عندنا يوم الاثنين ان شاء الله مؤتمر صحفي هنقدم استقاله لرئيس الجمهوريه. هنقول له من فضلك قرار نهائي يا فندم ده؟ حاول السيد وزير الشباب والرياضه، حاول السيد وزير الماليه خاطف بالك يا عم تروح تاخد من الناس الثانيه، يا عم خد من الناس اللي سرقوا الاراضي، خد من الناس اللي سارقين مصر. حضرتك مش واخد بالك؟ عايز كشف باسمائهم اقولهم لك. سرقوا البلد وكلكم تتفرجوا عليهم. جاي على نادي كل اللي بيعمله بيطلع لك ابطال. انا النهارده بتقول لي اديني 10 من 10 من الفريق الاول المنتخب، تمام؟ اديتهم لك. انت اديتهم حاجه؟ انا اللي بدفع مستحقاتهم، واللي بيتعور انا اللي بعالجه، ولما يتعور يقعد 6 اشهر ما يلعبش انا المسؤول. انت عايز مني ايه؟ هو انت عايز رياضه ولا عايز ايه؟ حضرتك عايز ايه؟ ما تشوف يا عم المسلسلات والبرامج. لا وعايز يا سياده المستشار، عايز بعد اذنك بس، عايز كمان نرجع الناس ترجع تاني تبقى طاقتها ايجابيه، عايز تتفرج على الماتشات. اوعى تفتكروا ان الماتشات دي للتسليه، ده انت بتتكلم على شعب. انت لو شفت الزمالك النهارده مثلا كام واحد بيتفرج عليه، وبكره الاهلي كام واحد بيتفرج عليه؟ ملايين يا بيه، ملايين. طبعا. طيب يا رب يا رب ان شاء الله الرحمن. لكن يوم الاثنين يا فندم ده قرار جماعي يوم الاثنين، مظبوط؟ يوم الاثنين في مؤتمر صحفي، وانا بلغت السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضه اللي كلم وزير الماليه قدامي يقول له 25 مليون. طب يبقى 5 مليون، والست تقول له ايه؟ اصل احنا رحنا النادي مرتضى منصور ما قابلناش ثانيه واحده عشان السيد رئيس الوزراء بيطلبني. طب ماشي، يعني يطلبني بعديها على طول. طيب ماشي، شكرا. طيب